انا يعني ما ضغطتش على حد من ولادي ان هو يلعب كوره. شوف انت عايز تعمل ايه وانا هدعمك واساندك. شوف انت. فعلي جه في سكه الكوره الاول. وما شاء الله عليه ماشي كويس جدا وبيتطور بشكل كويس. وحسين شغال بشكل كويس جدا. هما الاثنين في الزمالك لغايه دلوقتي في الزمالك. علي مع الفريق الاول بيتمرن وحسين مع فريق ال 16 سنه. والاثنين الحمد لله ماشيين كويس. وانا يعني ايه طبعي ان انا يعني ادعم ما اتدخلش. لان الموضوع محتاج ذكاء كبير جدا ان انت ما تقربش قوي وما تبعدش قوي. فانا بدعم كويس قوي وبشوف. دعم ازاي؟ بدعم ان انا احضر ماتشات، اتفرج على ماتشات، بقول بقى كده تعليقات من بعيد على شايف حد فيهم بيده؟ لا. هم ليهم شخصيتهم يعني. هم وطريقه لعبهم على فكره، يعني طريقه لعبهم مختلفه عني تماما. علي نمرة 9 بيقف على الكورة كويس وبيعرف يجيب جول. لعيب يعني تارجت مان اكتر مني. حسين بقى حريف اكتر. حسين الصغير حريف اكتر بقى، يعني ايه اللي هو لعيب نمرة 10 يعني. هو التالت بيلعب ايه؟ هاشم بيصيع. هاشم بيصيع. هو بقى ايه؟ هاشم هو بقى اللي قاعد في الماظة وقاعد ومروق وبيروح المركب وبتاع. التانيين بقى مش عارفين يروحوا. التانيين خلاص، لان خلاص الفرق بتاعتهم في وسط البري سيزون فالتانيين بقى ايه؟ شايفين هاشم يسع. شايفينه في الماظة وفي الساحل. وما عندوش اي كوميتمنت ولا اي حاجه، ولا في الاكل ولا في ولا في النوم ولا في اي حاجه. واحد بجد عايش حياته، واحد بجد عايش حياته طول وبالعرض. والتانيين كوميتد جدا لشغلانه الكوره. يسرا، حبيتي انهي فيز اكتر في حياه ميدو؟ حبيت كل الفيزز اكيد، لان كل جيرني كان ليها حلاوتها. يعني ما ينفعش طبعا انكر واقول ان اكتر فتره كان فتره اللعب، كانت من الفترات الحلوه، ويليها فتره التدريب. ارجع لا سأل. يعني ما عنديش اي مشكله. انهي كان في وقت اطول تقعدوا مع بعض؟ التحليل طبعا، فتره التحليل دي اللي فيها وقت اكبر نقعد فيه مع بعض. وهو بيلعب معسكرات وهو بيدرب مش موجود حتى منتلي معانا في البيت. على طول بيفكر في الماتش اللي جاي واللي بعده واللي بعده. لكن طبعا التحليل موجود اكتر بكتير. طيب هسألك سؤال وهو احنا بينا صح ولا غلط؟ ميدو عنده كام تاتو؟ ميدو هقول لك 4. صح ولا غلط؟ 4. عارفاهم كلهم؟ عارفاهم طبعا. عارفه معاليهم؟ طبعا. طبعا. بس فيهم على فكره يعني ايه التاتوات دي فيهم يعني حاجات كانت مفاجآت بالنسبه لها. عايز تشير معانا شيء؟ يعني مثلا ده انا كاتبه بخط ايدي. خط ايدك؟ خط ايدي بيرمننت؟ برافو عليك. بس لا، بس يعني انا كاتبه وتوديه بقى للتاتو ارتست في لندن. كنت في لندن يعني ده كتبته الساعه 6 الصبح. اللي هو الحديث اللي الناس عارفاه الشيخ الشعراوي. يعني في جزء من الحديث بيقول له: يا ابن ادم، ان رضيت بما قسمته لك لأرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطنا عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يعني ربنا بيقول للبني آدم، بيقول له اسعى للرزق، لكن ارضى بما كتبه الله لك. لان انت مهما عملت مش هتعرف تغير اللي مكتوب لك. انا شفت الحديث ده يعني طبعا في احاديث قدسيه واحاديث نبويه. انا عملته تاتو لان ده مبدئي في الحياه. انا عمري في حياتي ما طلبت اي شغلانه. عمري ما طلبت ان انا ادرب الزمالك. عمري ما طلبت ان انا احلل في قنوات عالميه ولا قنوات مصريه، ولا عمري طلبت اي شغلانه. الحمد لله بشتغل، بصحى كل يوم الساعه 5 الصبح، اخلص حاجتي اللي انا بعملها الصبح بدري بتاعتي انا 8 ونص بالكتير، الساعه 9 في المكتب نازل شغال بسعى. ايه بقى اللي هاجي لما بتسعى وبتبقى راضي باللي ربنا شايله لك، بتلاقي الحاجات الكويسه بتجيلك لغايه عندك. ده رايي يعني.
الحاجه التانية الخير بيجيب خير، احنا مؤمنين بكده. وفي كل الديانات على فكره، في كل الديانات ربنا يعني بيقول لك ايه، اقرضني قرضا حسنا وهترجع، ده هيرجع لك، هيرجع لك يعني. فمفيش احسن. احنا الحمد لله يعني حاسين وبنجتهد وبنحاول ان احنا نبقى ماشيين في السكتين، سكه السعي والشغل الجامد. This is what we believe in، ان احنا لازم نشتغل، وان البني ادم قيمته الحقيقيه او البني ادم بيقدر بمدى تاثيره في المجتمع، ايه الامباكت بتاعه اللي على الناس اللي حواليه. دي الحاجه الوحيده بالنسبه لي اللي تقيم البني ادم. انما اي حاجه تانية، انت ايه الباك جراوند بتاعك، انت لونك ايه، انت ديانتك ايه، انت كنت بتشتغل ايه، انت اتسجنت ولا لا، دي انا ما يهمني، ما فيش حاجه تهمني في الكلام ده. اللي يهمني انت مؤثر قد ايه. عشان كده احنا حاسين ان احنا الاثنين الحمد لله في جزء كبير جدا في خدمه مجتمعيه بنعملها احنا كلنا كعائله عن طريق ذا ميكر. ان احنا عندنا ان احنا يعني معانا يعني معانا دلوقتي 67 ولد وبيزيدوا، وعندنا تارجت ان هم يبقوا 400 ولد في 2027. واحنا يعني بصراحه انا يعني لو هتكلم مين ليه الدور الاكبر والفضل الاكبر في استقرار هذا المشروع، في استقرار ذا ميكر، وفي تطور ذا ميكر من ناحيه كل حاجه، هي يسرا بصراحه. يعني قامت بدور كبير جدا. يعني طبعا الاساس اللي بنى صح، الاستراكشر صح، انا وتامر اخويا، انا الرئيس التنفيذي، انا السي او، واستاذ تامر هو المدير العام. فهو بيشتغل على الارض وانا بشتغل يعني مع الماركتنج تيم، ازاي نسوق المشروع، ازاي نحط ستراكشر، ازاي يكون عندنا الماركتنج استراتيجي بتاعتنا. دي الحته بتاعتنا. لكن الحته بقى بتاعت الولاد واهالي الولاد ونفسيه الولاد والنظام دي يسرا. حسيت في الاول خالص ان هم محتاجين